طلب عاجل من مسؤولين النادي الاهلي بعد الاحداث الكارثيه اللي حصلت في ماتش الجيش الملكي، ومسؤولين الاتحاد الافريقي ردهم كان صادم جدا. يلا بينا بقى نعرف كل حاجه. ماتش الجيش الملكي اسوأ ماتش لعبه الاهلي من سنين طويله جدا بره ارضه. ماتشات كده بتفكرك بريحه 2006 و2005 والبطولات اللي الاهلي خدها بصعوبه جدا في ملاعب شمال افريقيا، لكن المره دي كانت فايقه الحد والوصف. الموضوع ما كانش كوره قد ما كان معركه، يعني تحس ان كل الظروف ضد الاهلي، الحكم، الجمهور، حتى تدخلات لعيبه الجيش الملكي واللي ادت لاصابه اشرف بن شرقي. الموضوع كله صعب جدا جدا، تحس كده ان الاهلي كان رايح ومش هيكسب، وتحس ان مسؤولين الاتحاد الافريقي معينين الحكم ده عشان يعدي بالماتش، وكمان يرادوا مسؤولين الجيش الملكي اللي تعرضوا للظلم التحكيمي في الجوله الاولى. ماتش بكل تفاصيله غريبه، الاهلي بيضيع، الاهلي عنده مشاكل، ايوه، لكن اللي حصل في الملعب اصلا بيدل على مشكله كبيره. طب مسؤولين النادي الاهلي طلبوا ايه؟ 3 طلبات. اول حاجه التحقيق مع حكم اللقاء لانه ما وقفش الماتش وكمله على الرغم من وجود خطوره كبيره جدا على حياه اللعيبه. وعلى فكره مش الاتحاد الافريقي او قوانينه هي اللي بتقول كده، لا، ده قوانين الاتحاد الدولي، لان الحكم اصلا ما كانش عارف يحافظ على اللعيبه جوه الملعب. يا راجل ده في 3 كور اتحدفوا جوه والدنيا كانت هاديه وسهله. تاني حاجة طالبوا ان يتم توقيع اقصى عقوبات على جمهور الجيش الملكي اللي تعمد استعمال العنف والشتايم وكمان حتف الازايز، وما خفي كان اعظم، كانت آلات حد برضو موجودة سواء بين الشوطين او قبل اللقاء وبعد اللقاء. ثالث حاجة الاهلي بيطالب باعادة الماتش في ظروف تكون مهيئة وظروف تكون احسن وتكون على ملعب محايد يختاروا الاتحاد الافريقي. طب هل ده ممكن يتطبق؟ طبعا، لكن في حالة واحدة، ان مراقب اللقاء شاف فعلا ان كان في ظروف غير عادلة بتواجه النادي الاهلي ولاعيبته في اللقاء. يا ترى المراقب هيكتب كل اللي شافه؟ اشك، لان الاتحاد الافريقي مش عايز قلق ووجع دماغ وعايز يعدي الماتش ده بحلو وبمره، وهيوقع شوية عقوبات كده ملهاش اي علاقة ببعض، الا ان النادي الاهلي في تفكير بالتوجه للمحكمة الرياضية الدولية عشان احداث اللقاء فائت التوقع. الموضوع صعب ومش سهل، والاهلي هيجيب حقه، يعني هيجيب حقه. وكابتن محمود الخطيب بنفسه بيباشر الموضوع ده، لانها خرجت عن اطار الكوره وعن اطار المنافسه الرياضيه وراحت لحته تانية ما فيش حد يحب ان هو يشوفها.